أنا اسمي كريم، وحكايتي دي محدش مصدقها لحد النهاردة. بس أنا عارف إني شفت اللي شفته. زمان كنت ساكن في شقة صغيرة لوحدي في عمارة قديمة جدا في وسط البلد. في يوم نزلت أصلي الفجر، والحمام كان بعيد عن أوضة نومي، فكنت كل يوم بوضب عشان أعدي الرواق المظلم ده. بس الليلة دي وأنا بفتح الحنفية أتوضى، لمحت في المراية حد واقف ورايا. لفيت بسرعة، مفيش حد. رجعت أبص للمراية لقيته لسه واقف، وشه مش باين، جسمه طويل قوي ما فيهوش ملامح خالص، وبيقول بصوت خافت كده: كمل وضوءك وصلي، بس مش لربك. وقبل ما اصرخ النور قطع، وكل حاجة حواليا بردت فجأة. صحيت بعدها في المستشفى، بيقولوا لي الجيران لقوني مرمي قدام باب الشقة، مغمي عليا، وايديا متجمدة كأنها في تلاجة. من يومها كل ما اسمع صوت المية بتنزل بسمع صوته بيهمس: كمل وضوءك. لو عجبتكم قصتي اعمل لايك واشترك في القناة.